كزبرة في بودكاست قال جملة يا جدعان بسيطة جدا، ولكن يدفع فيها فلوس كتير جدا لو انت من الناس اللي حابين يمثلوا. مفيش حاجة اسمها تلقائية. تخيل. تخيل يقعد يقول لك الممثل الفلاني ده يا لهوي ده تلقائي، ده بيعمل ده. مفيش والله. يعني عارف انت لما تقعد قدام المخرج ومساعد المخرج، يبقى حواليك مصورين وحواليك ممثل عرقان كده زي مش طايق نفسه، فعايزك تنجز في الجملة بتاعتك، انت فاهم الفكرة. وانت تقعد بقى اللي هو ايه، فاكر ان انت هترمي الافيه فالناس هتضحك. انت ممكن ترمي افيه المخرج يشتمك، يعني انت فاهم. غير كده ايه، انت بتقول حاجة ثم يروحوا كات استنى هناخدها بقى ايه من الزاويه الفلانيه، بعد كده هناخد وش الممثل اللي قدامك وهو بيسمعك، هيبقى رد فعله ايه، هيضحك بقى على الكلام انت بتقول او هيعيط او مش عارف إيه. مفيش حاجه اسمها تلقائيه. يعني انت التلقائيه دي معناها ان انا بقول كلام كده هوبا جه معايا افيه، فاهم انت؟ ما ده هناك، ده على المسرح ممكن تعمل كده وبرضه المخرج هيديك بالجزمه، يعني انت فاهم الفكره. لكن انت بقى في السينما مفيش منه، السينما والتلفزيون طبعا اللي هي المسلسلات يعني مفيش منه، ده كادرات وبتاع، وده بيعمل كده وده بيعمل كده، وفي واحد بقى اساسا مثلا بتاع اضاءه شايف نفسه اصلا بيمثل احسن منك، او عايز اللي هو مشوه اخش امثل انا مكانه ونفسي اخد فرصه. انت فاهم الفكره. فلو انت عاوز تمثل في يوم من الايام، بلاش تسمع كلام الجرايد بقى اللي هو الممثل التلقائي العظيم، مفيش منه، كله بيمثل ان هو تلقائي لكن هي مش تلقائيه. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تكتب لي كومنتس اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنساش اللايك. سلام.